إذاعة إرنا. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا الدولية يأتيكم بثها من باريس على القمر الصناعي تلسات 8 درجات غرب على التردد 12688 على الاستقطاب الرأسي، وبمعدل الترميز 3000. طبتم وطابت أوقاتكم مستمعي الكرام أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 25 من أبريل عام 2025. وكما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك مادة من إرشيف الإذاعة، وهي إعادة للجزء الأول من اللقاء الذي أجراه الزميل أحمد شريف مع ضيف البرنامج جرمايز ميكائيل عن اللغة في إريتريا ماضيا وحاضرا ومستقبلا، على أن نبث لكم الجزء الثاني والأخير من المادة في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الرئيس السيسي يبحث التوترات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر مع الرئيس جيلي في ثاني زيارة له إلى جيبوتي. وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم المجاعة في أثيوبيا. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. في زيارة هي الثانية لرئيس مصري، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى جيبوتي استغرقت يوما واحدا، التقى خلالها الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، وعقد الرئيسان مباحثات تركزت حول التوترات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وفي هذا الصدد أكد الطرفان على رفض تهديدات أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وأكدا على ضرورة الالتزام بمبادئ الأمن الإقليمي. كما اتفق الجانبان على المسؤولية الحصرية للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في حوكمة هذا الممر الملاحي الدولي والمهم وتأمينه، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة دعم الجهود المبذولة لتثبيت ركائز الأمن والاستقرار في الصومال وصون وحدته وسلامة أراضيه. كما أكد الجانبان رفض أي محاولة تهدد وحدة وسيادة السودان، بما في ذلك قيام حكومة موازية، وأكدا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة السودانية وتعزيز إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق. وتم خلال الزيارة أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول التعاون المشترك في المجالات المختلفة بين البلدين. وتأتي زيارة السيسي في وقت تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر توترات شديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تشن غارات جوية بشكل مستمر على مواقع الحوثيين، ردا على استهداف الجماعة للسفن الإسرائيلية والأمريكية والسفن الأخرى المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا وأدت هجمات الحوثيين على السفن إلى تغيير العديد من شركات الشحن البحري مسارها عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا بدلا من قناة السويس، مما أدى إلى تضرر مصر اقتصاديا وفق ما أعلنت السلطات المصرية مرارا وتكرارا. حذر برنامج الغذاء العالمي من تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية في أثيوبيا. وبحسب تقرير صدر في 22 من أبريل الجاري، فإن عدد الأشخاص المتضررين من الجوع وسوء التغذية في أثيوبيا يتزايد بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الإقليمي والنزوح والجفاف والاضطرابات الاقتصادية. وقالت المنظمة إن 3,600,000 أثيوبي معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية الأساسية، وهنالك ما يزيد على 650,000 طفل وامرأة من بين هؤلاء يعانون من سوء التغذية. وبحسب برنامج الغذاء العالمي، فإن 10 ملايين شخص على مستوى البلاد معرضون لخطر المجاعة في أثيوبيا، ومن بين هؤلاء نزح 3 ملايين شخص بسبب الصراع وسوء الأحوال الجوية. وتعتبر أقاليم الأمهر والتجراي والأرومو والصومال والعفر المناطق الأكثر تضررا وفقا للتقرير. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم،
وقتا طيبا نرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي مادة من إرشيف الإذاعة، وهي إعادة للجزء الأول من اللقاء الذي أجراه الزميل أحمد شريف مع ضيف البرنامج جرمايز ميكائيل عن اللغة في إريتريا ماضيا وحاضرا ومستقبلا، على أن نبث لكم الجزء الثاني والأخير من المادة في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. نتابع. هذه إذاعة إرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج متابعات من إذاعة إرنا الدولية في باريس. اليوم سعيد جدا ولا أستطيع أن أصف سعادتي وأنا ألتقي بأستاذنا وحبيبنا الفاضل جرمايز ميكائيل، عضو حزب الشعب الديمقراطي الإريتري، وقد التقيت به قبل ذلك في لصالح الرئاسات. اليوم نلتقيه في إذاعة إرنا الدولية في موضوع هو في غاية الأهمية، موضوع اللغات في إريتريا. أستاذ جرماي، مرحب وأهلا وسهلا بك. أستاذ أحمد شريف، أنا أيضا بدوري أحييك وأحيي مستمعي راديو إرنا الدولية، وأيضا أشكرك على هذه المقابلة، وهي طبعا مقابلة للمرة الثانية وإن كانت يعني لإذاعات مختلفة، وأنا سعيد جدا بلقائك للمرة الثانية وشكرا على الاستضافة. الله يخليك. طبعا أستاذ جرمايز ميكائيل معروف في السوشيال ميديا والإعلام الإريتري في قضايا الترجمة والتواصل اللغوي بين الناطقين بالعربية والتجرينية، ومن هنا يأتي حديثه في غاية الأهمية. أستاذ جرماي، نحن نستشعر أن هناك مشكلة لغوية في إريتريا أوجدتها الظروف الحالية، الظروف السياسية، ولما نرجع للتاريخ بنلقى إنه أجدادنا وآبائنا حسموا هذه المسألة وخطوها لنا جاهزة. مفارقات غريبة أستاذ جرماي بين التاريخ والواقع. هل تلاحظ معنا هذه المشكلة وأنت المطلع بمشروع اللغة والترجمة والتواصل والحوار بين اللغات؟ شكرا، سؤال في غاية الأهمية. أولا أنا طبعا أوضح وأيضا أزعم أنه كإريتريين يجب أن لا تكون لدينا مشكلة في اللغة أو في السياسة اللغوية، لأنه كما ذكرت هذه المسألة حسمت من الآباء والأجداد بما لا يدع مجالا للشك. وهذه مشكلة اللغة طبعا هي مشكلة يعني التي تؤرق جميع الدول التي خرجت من نير الاستعمار، خاصة في الدول الأفريقية، إنه مسألة اللغة الرسمية بما لها من ارتباط ببناء الدولة والأمة، أي بالوحدة الوطنية. فهذه أجدادنا وأبهاتنا شعروا بهذه المسألة وحسموا هذه المسألة في وقت مبكر جدا، أي في عام 1952 عندما كان يناقش البرلمان الإريتري مسودة الدستور، وكان يقرها بند ببند، وتم نقاش اللغة بالتحديد في يونيو لعدة أيام، من بداية 7 يونيو حتى 16 يونيو أعتقد. فبالتالي حسمت في 16 يونيو بالإجماع أن تكون اللغتين الرسميتين، أن يكون اللغتين الرسميتين في إريتريا اللغة العربية واللغة التجرينية، وأن تكون اللغات الإريترية الأخرى أن يكون لها حق أن تطور نفسها، وحق أن تخاطب بها الجهات الرسمية، وحق أن تتعبد بها، وحق
أن تعبر بها في جميع مجالات التعبير عن الرأي. ومن هذا المنطلق يجب أن لا يكون عندنا مشكلة، لأنه نحن يعني المسألة دي حسمناها. حتى لو رأينا يعني غربا وجنوبا في جيراننا، يعني السودان مثلا وإريتريا، لم تحسم هذه المسألة وتجدها إشكالية، بالذات السودان في الوقت وإثيوبيا الحالي قصدك؟ إثيوبيا. نعم. فعليه هذه المسألة كانت محسومة، ويجب أن لا تكون مشكلة، ويجب أن ننتبه، لأن هذه هي نعمة التي لا يعني لا نلتفت إليها، نفتكر أن هي مسألة سهلة، لكن هي مسألة كبيرة. حتى بعض الدول الأفريقية استعانت بدلا، يعني حفاظا للوحدة الوطنية، استعانت باللغة الأجنبية كلغة رسمية، أي باللغات المستعمرة. فما بالك نحن انه احنا عندنا لغتين، ان هم يعني في النهايه كما قال الاستاذ الله يرحمه موسى ارون، قال انه اللغات الاريتريه، وخاصه اللغتين الجئز والتجرينيا والتجري، هم يعني ابناء خالات، وممكن مع العربي يكونوا ابناء عمومه، فبالتالي ما مشكله. وبقيه اللغات الثانيه، هذا إن دل يدل انه حتى قد لا يكون عندنا في كثير من المفردات، حتى اللغات ذو الجذور الحاميه ما عندنا فيها مشكله. فبالتالي نحن يعني لدينا نعمه لن ننتبه فيها، وارجو يعني طيب. جميع الارتباطيين ينتبهوا لهذه المساله. جميل جميل. خلفيه تاريخيه اشكرك على استاذنا جرمايزا ميكيل، لكن حقيقه لابد ان نكون صريحين الان في مشكله. من اين جاءت المشكله؟ هذه المشكله، يعني أنا يعني أولا يعني يكون جهلنا لهذه المسألة أيضا، يعني في ممارساتنا للسياسة، إنه مدخلنا للسيطرة أو للتفوق على الآخر، يمكن أصبحت هذه المدخل، لأنه وهي أيضا صحيح هي مدخل، إنه اللغة هي يعني اللي ممكن يعني تخليك يكون عندك يعني السلطة والثروة، أو تقاسم السلطة والثروة، متى ما أنت اللغات الإريتريين التي توافقوا عليها، متى هي أصبحت يعني تمارس على حد سواء، فبالتالي قد لا تكون مشكلة. الناس كلها يعني تتقاسم السلطة والثروة، وأيضا تكون مدخل للخدمة الوطنية، أنه الكل يعني يشارك، لأنه يعني ممثل بلغة التي يعرفها جيدا، والتي أيضا يفتكر أنه هذه هي من سميم، يعني هي موجودة في وجدانه، وهي من سميم يعني هويته. وبالتالي في هذه المسائل أعتقد أنه السياسة الخاطئة للمدخل إلى السلطة التي أدت، متى ما يعني مسألة اللغة أدخلتها في السياسة، وبالتالي هذه هي المشاكل أنا أعتقد من يبقى معناها إنه المدخل الخاطئ لمفهوم السياسة أو لمفهوم استخدام اللغة في السلطة، هذه السياسة التي أوجدت المشكلة. بالتأكيد. طيب. لأنه عدم المساواة في السلطة تلقي في ظلالها على الوحدة وعلى بناء الدولة، ولم ينتبهوا إلى هذه المسألة. طيب أستاذ جرماي، بالتسلسل التاريخي الشعب الإريتري في المنحى السياسي من 52 انتقل مع الفترة اللي لعبت فيها إثيوبيا وإلغاء الفيدرالية كمحطة فاصلة. يعني بعد المرحلة دي في هناك مرحلة في غاية الأهمية، هي مرحلة الثورة. انتقل العمل السياسي إلى الثورة لما نقول جبهة التحرير والجبهة الشعبية وما تفرع عن تلك التنظيمات. والفترة بتاعت من 52 لحد إلغاء النظام الفيدرالي كان طبعا دي كلها نقدر ناخدها إنه تمهيد ابتلاع إريتريا من جانب إثيوبيا. نحن بما أن الثورة دي يعني كان لها يعني ما لها تفاعل شعب، انخراط كل الشعب وركوبهم لقطار الثورة والدفاع واستشهاد وما إلى ذلك، إلى أن وصلنا إلى محطة 91 بكل تعرجاتها
وانكساره وانتصاره. هل تفتكر أنه مرحلة الثورة كانت هي عدم التعامل بالمفهوم الوطني العادل مع مفهوم اللغة؟ مرحلة الثورة كانت هي البذرة التي نشأت فيها مشكلة اللغات في إريتريا؟ بالتأكيد طبعا. هنالك بين القيادات أو النخبة الإريترية التي مارست أو تقدمت أو كانت في طليعة قيادة العمل المقاومة أو عمل الكفاح المسلح، هو من الطبيعي أن تكون لها صراع في السلطة أو أن تتنافس في السلطة. لكن تنافسها في السلطة بالتأكيد أنه أدخل يعني من ضمن الأشياء التي استخدمتها للوصول إلى غايتها هو إدخال قضية اللغة، أي تسييس اللغة. فهذا بالتأكيد في مرحلة الكفاح المسلح هذه حصلت، وتارة تكون بشكل واضح أنه تكون الناس تتناولها وتعمل بها، وتارة تكون تحت خفية تحت الطاولة، يمكن الناس تكون تمارس هذه المسألة. لكن بالتأكيد هي أنه طلائع يعني طلائع الثورة التي كانت في ذلك الوقت، وفي جانب ممكن الواحد يعني يلومهم وفي جانب آخر ممكن يمدح فيهم، ولكن أنه أن يكون التنافس على السلطة أو الصراع على السلطة أو الصراع على القيادة هذا يعني هو يعني أمر إنساني، ولكن إدخال اللغة كان يعني هذا المشكلة الكبيرة أو الطامة الكبرى زي ما يقولوا كانت إدخال اللغة. اللغة يجب أن لا تدخل هذه المسألة، لأنه مثل ما ذكرت في البداية قضية اللغة هي قضية الوحدة الوطنية، قضية اللغة هي قضية الهوية، قضية اللغة هي المدخل لاقتسام يعني لاقتسام الثروة والسلطة، وقال يعني اللغة هي القوة، فبالتالي القوة يجب أن تكون متساوية بين مكونات الشعب. لم ينتبهوا لهذه المسألة. جميل. إذا أخذنا الدستور بتاعت وزي ما قلت يوم 16 يونيو، هذه معلومة أنا أشكرك عليها، 52 البرلمان الإريتري حسم مسألة اللغة وأراح الشعب الإريتري من كثير من العنت الذي يعيشه الآن، اللي يعتمد اللغتين العربية والتجرينية كلغات رسمية للبلد مع حقوق اللغات الثانية في كما ذكرت. نحن دايرين هسه الشهادة باعتبارك كنت في مناضل في جبهة التحرير ومتابع كذلك تعامل الجبهة الشعبية مع اللغات كان كيف. أولا ندينا كده الجبهة، ولما نقول الجبهة جبهة التحرير والشعبية الجبهة الشعبية، يعني أنتم في الجبهة كيف تعاملتم مع مفهوم اللغة؟ هل اعتمدتم ما أقره البرلمان الإريتري 52 واعتماد اللغتين والتعامل بها؟ وبعدين مشاهدتك وتأملاتك الجبهة الشعبية كيف تعاملت مع مفهوم اللغة، عشان برضو يعني نعرف إنه الثورة دي انتقلت من يعني اللغة دي واقعها كان كيف في مرحلة الثورة. فنبدأ بالجبهة. في الجبهة منذ البداية حتى قبل أن يقر في يعني في مؤتمراتها، يعني هذه المسألة كانت تتعامل باللغتين اعتبارا او اعتمادا او يعني تصديقا على ما توافقوا عليه آباؤنا. فبالتالي كانت حتى المؤتمر الوطني الأول والثاني بوضوح أنه اللغتين الرسميتين للشعب الإريتري هما اللغة التجرينية واللغة العربية، بجانب إلى حق تطوير اللغات المحلية. هذا اللي أقرته، يعني نفسا وروحا أقرت ما أقره آباءنا وكان معمول به. بعد ذلك طبعا في مسألة التعليم طبعا يعني كل مرحلة كانت لها يعني مشاكلها والإمكانيات قد لا تكون متوفرة. حتى ما قبل المؤتمر الوطني الأول والثاني يعني يجب الناس أن تتعلم
القراءة والكتابة يعني، وهذه هو يعني من أجل محو الأمية، وبالتالي هذه هي مسألة مهمة. فبالتالي الجبهة ما كان عندها أي شيء في ذلك الوقت ما قبل المؤتمرين، ولكن إذا كان وجدت شيوخ مساجد تعلم القرآن، ولا يعني أيضا كنائس تعلم يعني كنيسة تعلم اللغة الإنجيل. التجريبية، الجبهة كانت تشجع هذه المسألة، لأنه المتوفر أو المتاح هو هذا. المهم هو أن تمحى الأمية، وأن يكتب وأن يقرأ الإريتري. ولكن بعد المؤتمر الوطني الثاني أقامت الجبهة مكتب الشؤون الاجتماعية، هو أحد مكاتب اللجنة التنفيذية، والذي كان يرأسه المناضل طول الله في عمره إبراهيم محمد علي. ومن ضمن له التحية. أقسام هذا المكتب كان مكتب الشؤون، مكتب التعليم. فمكتب التعليم أعد يعني بكل العدة للقيام بتأسيس مدارس في المناطق المتحررة حسب إمكانية الجبهة، وحسب ما هو متاح، وحسب ما يعني الأمن المتوفر في الأماكن التي تتواجد فيه المواطنين. فالمدارس كانت يعني تفتح تدرس اللغة التجرينية واللغة العربية. ولكن يعني لم يكن متوفر. المتاح كان أكثر باللغة التجرينية، أي الكادر كان أكثر من الكادر الذين بيدرسوا باللغة العربية. فبالتالي كانت تخير الناس حتى أن نبدأ هذه نفس المبدأ، مبدأ أنه يعني التعليم أولا، مبدأ التعليم أولا. فبالتالي المتوفر لدينا هو هذا الكادر. فممكن إذا يريدون الجماهير أن يتعلموا، وإذا ينتظروا حتى تأتيهم يعني متساوية اللغة العربية والتجرية أيضا، هذا الخيار كان يطرح، حتى وإن كان صعب طرحه، لأنه عدم توفير كل المتطلبات لكل اللغتين. هذا كان يعني واقع، ولكن يجب أن نعيشه. فبالتالي أنا وأيضا أنا عملت في مكتب الشؤون الاجتماعية، وكنت يعني مفوض الشؤون الاجتماعية في منطقة دنكاليا. فبالتالي كنا ندرس، كان عندنا مدارس داخلية لأنه لا توجد هناك قرى حاضرة وقرى مقيمة، فكنا نجمع الناس في مكان واحد ويتقاسموا معنا الخبز وكانت مدارس داخلية، وكانت تدرس اللغتين. ففي الجبهة كان التعليم وكنا وإعداد الكتب كان يجري أيضا على قدم وساق من قبل كل الكادر، سواء كان اللي يحضر للعربي واللي يحضر للتجرينيا. والمنهج كان طبعا يدرس باللغتين. بالنسبة للمقاتلين أستاذ قرماي، قبل الجبهة الشعبية أستاذ قرماي، بالنسبة للمقاتل يعني والشاهد التاريخ يقول إنه أعضاء جبهة التحرير الإريترية حتى المقاتلين ما في إشكالية لغوية، يتحدث بالعربي ويتحدث بالتجرينية، ما في إشكالية. بالنسبة للمقاتلين التعليم برضو كان يخير المقاتل بأي لغة يأخذ دورته السياسية العسكرية، الدورة التثقيفية، الثقافة السياسية. طبعا الدورة التثقيف يأتي من خلال التثقيف السياسي. نعم. ايوه، التثقيف السياسي هو بكل اللغات، لكن حسب الكادر الذي يأتي لتلقي هذه التعليم. ولكن خليني أرجع لمسألة محو الأمية في المقاتل، هذه هي الأساسية. فهنا طبعا أنا أيضا عملت في برنامج محو الأمية في أوساط المقاتلين، فكان لدينا كتابين. الكتاب ويمكن هذا الكتابين طبعا تم إعدادهم في منطقة هوميب. بالنسبة للغة العربية طبعا تم طبعه في السودان، وبالنسبة للتجرينيا تم يعني بالوسائل الرونيو والدوبليكيت طبعا تم إعداده في الميدان. فكان يسمى نقرأ وننادل.
الناس يا سلام. قادر نمهار. مم. فهذه طبعا يعني كادر مكتب التعليم يأخذ هذه الكتب ويذهب إلى المقاتلين أينما وجدوا في الكتائب في الفسائل فيقوم تدريسهم باللغة العربية والتجرينية. أيضا هنا كنا نعمل هكذا، أنه يعني الكادر كان مقاتلين كانوا متوفرين الذي يقرؤون التجرينية والعربي في أوساط الوحدات جبهة التحرير الإريترية، فكنا ندربهم الاثنين بالعربي وبالتجرينية، ندربهم كيف يعلموا المقاتلين في برنامج محو الأمية في برامج محو الأمية كيف يدرب التعليم الكبار، كنا نعلمهم. بعد ذلك طبعا يعني الكادر اللي يشرف على هذه المسألة يتحول إلى وحدة أخرى أو يتحولون إلى وحدات أخرى، ثم يستمروا بالتعليم من خلال المقاتلين الذي يجدون اللغتين في داخل القوات. هذه واحدة. التثقيف الآخر كان الذي يأتي من قبل مكتب الإعلام، هو طبعا كانت يعني كل الجرائد سواء كانت مجلة النضال أو المجلات الأخرى كلها كانت تحضر باللغة العربية وباللغة التجرينية وتوزع على المقاتلين والمواطنين. فهكذا كان يجري التعليم. الآن نجي للشعبية. بالنسبة للشعبية، معذرة أستاذ أحمد شريف، أنا يعني ليس لدي معلومات كثيرة كيف كان. يعني أحيانا ترى إنه يعني نقاش إذا كان التقيتهم إنه هذا غير لغتنا وهذه لغتنا وإلى آخره. وأحيانا ترى أيضا هل هي لمسألة إعلامية أو مسألة هي تحيها أن ترى إنه يعني سبورة ويدرسوا فيها اللغة العربية. فبالتالي أما يعني موقفهم او من اللغات او من سياسه اللغه، لم اطلع كلام اقول عليه على الملأ. جميل. ولكن أستاذ قرماي زميكيل، ونحن نجري معه هذه المقابلة مستمعينا الأعزاء، والسيد قرماي زميكيل هو عضو حزب الشعب الديمقراطي الإريتري، نلتقيه في موضوع اللغات في إريتريا، التاريخ والواقع والمستقبل. الشيء الملاحظ أستاذ قرماي أنه من خلال التجربة وكثير من الجبهة الشعبية لم تعمل بمسألة اللغات، على الرغم من أنه شعاره هو الشعار بتقول إنه كل اللغات متساوية. هذا شعار هلامي ما تلقى له تفصيل. وبعدين ما يؤكد هذه الهلامية إنه التعليم باللغة الأم دي طبعا سياسة درجت عليها الجبهة الشعبية سواء كان في الميدان أو ما بعد التحرير. وبالتالي مسألة اللغتين العربية والتجرينية كلغات رسمية للبلد، هذه في سياسة الجبهة الشعبية ما معمول بها على أرض الواقع. إنما الشعار المرفوع هو اللغات الإريترية كلها متساوية. صحيح طبعا في البطاقة والحاجات في اللغة العربية والتجرينية، لكن على الواقع العملي لما تشوف إنه هي اللغة التجرينية هي السائدة والمعمول بها بشكل رسمي وكأنه في هنا. وفي نفس الوقت برضو شعار اللغات كلها متساوية، وفي ذات الوقت إنه التعليم باللغة الأم. أعتقد في الجبهة الشعبية هي مسائل شوية كده complicated، يعني حاجة ملخبطة ذاته ما تقدر تاخد عليها التجربة. وهذا ما شاهدناه عمليا بعد الفترة بعد 91. أنا قبل 91 ما بعرف الجبهة الشعبية كثير، لكن بعد 91 هذه هي الإفرازات، إلى أن تستطيع أن تقول الأخ قرماي إنه الجبهة الشعبية رمت كل الفترة بتاعة 52 البرلمان وما خرج به، سواء كان العلم، اللغات، شكل الحكومة وما إلى ذلك، كل خطته في سلة المهملات وانتهت. أستاذ قرماي، كواقع نعيشه اليوم لمصلحة من؟ طبعا أي جهة كالحكومة الإريترية بعد 91 المؤقتة حتى تاريخه، لمصلحة من أدارت ظهرها للمميزات والخصائص الموجودة كانت في دستور وبرلمان 52 كقراءة سياسية أنت متأمل يعني.
أولا مسألة أنه اللغات المتساوية أو يعني تصديق أو على قرار أنه اللغات هي متساوية، وبالتالي يعني هذا يعتبر أنه يمكن للنازل يعتبره أنه هذا هو قرار يعني متقدم وليبرالي. ولكن هذا القرار يعني في النهاية في الناحية العملية هو غير عملي وغير مجدي، وقد يكون أنه يعني من أجل ذر الرماد في العيون. والتاريخ كثير والأمثلة كثيرة على هذه المسألة. لو أخذنا الاتحاد السوفيتي كان بيقول أنه جميع اللغات الموجودة في الاتحاد السوفيتي بتاعت السوفيات أنه هي متساوية، لكن من الناحية هذا هو قرار متقدم وليبرالي، ولكن من الناحية العملية اللغة الروسية اللي كانت مسيطرة، ولغة القوة ولغة الاقتصاد ولغة السياسة، فبالتالي من لا يعرف هذه اللغة لا يمكن أن يجد طريقه إلى سوق العمل، إلى كل شيء. أيضا في يوغوسلافيا نفس الشيء، كان يقال يوغوسلافيا للشباب الذي لا يعرفوها طبعا اليوم غير موجودة هذه في زمن تيتو، مش كده؟ في زمن تيتو كانوا يقولوا إن اللغات اليوغوسلافية كلها هي متساوية، وهذا أيضا يعتبر قرار يعني متقدم وقرار ليبرالي وقرار أيضا جيد جدا. ولكن من الناحية العملية ومن الممارسة، مش من الناحية العملية، ولكن عندما يأتون في الممارسة كان اللغة السربيو-كرواتيا هي اللي كانت سائدة، فبالتالي هذا كلام غير صحيح، وهو يعني كلام للتمويه وإلى آخره. وأيضا أن جميع اللغات هي متساوية، أيضا ماذا بعد؟ هي متساوية. كثير من الدول عندها لغات بالمئات، لكن على الأقل هي من الناحية العملية تختار أنه بعض اللغات اللي ممكن تكون لغة رسمية تكون أكثر من لغة. على سبيل المثال لو أخذنا الهند، عندها 16 لغة رسمية، لكن عندها أكثر من 300 ولا كذا بالمئات اللغات، لأنه وجدت أن هذه 16 لغة هي يعني اجبرت على أن تكون 16 لغة رسمية، لأنه من الناحية العملية لا يمكن أن تقول أن كل اللغات متساوية ويعني كلام على عواهنه كده تلقيه. هسي 16 لغات في الهند متساوي، بمعنى ممكن تتعامل بها في مؤسسات الدولة. أيوة في مؤسسات الدولة تتعامل بها. ممكن يعني أي موظف قاعد يعرف هذه 16 لغة. أيوة، لأنه ال 16 لغة هذه أولا لغة الهند واللغة الإنجليزية هي لغة أمر واقع. بعدين عندك ثاني لغة تأتي إنه في كل ولاية، بعدين تأتي ثاني لغة إنه هي لغة الولاية، بيقوا 3 لغة. داخل الولاية أيضا في مناطق تكون يعني على الأقل في كل مكان في 4 لغة يعملون بها، فبالتالي وأيضا فيقال عنها أنه هي 3 زائد 1 أو 3 ناقص 1، لأنه الهندي مثلا أنه طالما اللغة الرسمية هي هندي، طبعا لا يحتاج أن يتعلم في المنطقة الهندية يعني لغة أخرى، فبالتالي الإنجليزي والهندي بيتعلم وخلاص، أو ولغة ثانية بتاعت المنطقة بتاعته فيتعلم 3 لغة، والآخرين يتعلموا 4 لغة. فبالتالي من الناحية العملية هي صعبة، ولكن كل الدوائر الحكومية سواء كانت الولايات والاتحادات الهندية تعمل بهذه 16 لغة. بالله شوف نحن فرصتنا كانت مواتية كيف. فنحن أريد أن آتي إلى هذه المسألة. نحن طبعا اختصروا لنا الطريق، عملوا لنا لغتين، فنحن نفتش على مشاكل من أجل مصلحة من مش عارف. أيضا عندك جنوب أفريقيا عندها حتى الآن عندها حوالي 11 لغة رسمية بعد الأبرسايد، بعد انتهاء الأبرسايد. أيوة، التمييز العنصري. التمييز العنصري. أيضا عندنا دول أخرى مثل كينيا مثلا عندها 1 لغة رسمية هي الإنجليزية، لأنه قالوا نحافظ على وحدتنا بهذه الطريقة، واللغات الثانية لها
الحق أن تطور نفسها وتدرس فقط في الابتدائية، أما ما بعده كل اللغة هي اللغة الإنجليزية. فبالتالي حسب واقع الواحد طبعا وحسب الواقع الأليم، البعض اختار 16 لغة والبعض اختار 11 لغة لأنه واقعه أصبح هكذا، ونحن واقعنا هو لغتين رسميتين. فلماذا اللغات الأم أيضا ممكن أنا سمعت بعض المتعلمين الإريتريين المثقفين الإريتريين وهم من خلفية الجبهة الشعبية بيطرحوا مسألة علمية، إنه الإنسان لما يتعلم بلغته يقدر أن يجلب أو يقدر أن يتحصل على معلومات أكثر من الذي لا يتعلم بغير لغة الأم. لكن هذا قد يكون صحيح أنه مسألة علمية، هذا من اليونسكو ولا اليونيسيف، لكن أنا أرى المسألة دي أيضا في منظار آخر، يجب أن بمنظار البقاء والاستقرار، يجب أن ننظر إليها من هذه الزاوية. صحيح. ماذا تساوي هذه المسألة العلمية أنه الواحد يتعلم بلغة الأم، هو يعني يقدر يتحصل على معلومات أكثر مقابل بقاء واستقراره. إذا كان لا يوجد استقرار من هذه المسألة العلمية أيضا، وبعدين وظيفته في سوق العمل. أيوة، وظيفته فرصه. فنحن عندما نقول اللغتين الرسميتين يعني هذه فيها مسألة بقائنا ومسألة جميل. طيب أستاذ جرمايزة ميكائيل، معلش استأذنك، سنتوقف هنا وإن شاء الله سنكمل الحديث موضوع اللغات في إريتريا، التاريخ والواقع والمستقبل. أنا أشكرك باسم كل المستمعين أستاذنا جرمايزة ميكائيل، وعضو حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج متابعات من إرنا الدولية في باريس. شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وللحديث بقية. تحياتي لكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى الجزء الأول من المقابلة التي أجراها الزميل أحمد شريف مع ضيف البرنامج جرمايزة ميكائيل. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الرئيس السيسي يبحث التوترات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر مع الرئيس جيلي في ثاني زيارة له إلى جيبوتي. وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم المجاعة في أثيوبيا. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.